فكان الرهان بيني وبين نفسي كممثل ان انا احاول اوصل المعاني دي والظروف دي والحالات دي وكده. خليتيني اتكلم، ما كنتش عايز اتكلم. يعني انا تعليق على الاستاذ عمرو عبد الجليل، انت حضرتك قلت ما بتعرفش تتكلم. امال لو بتعرف تتكلم كنت قلت ايه؟ كنت انت حضرتك سكت. سؤال واحد. لا يعني حقيقه احنا بنشكرك جدا، لان انا شايف نجيب الريحاني قدامي. لغايه يعني دلوقتي لا، الواحد شايفه الانطباع اللي حصل في وكده. نوع من الماتشنج بيحصل حتى لو الشكل مش متطابق، بس انت بتبقى شايف الشخص، شايف نجيب الريحاني. الفضل للاستاذ فاضل لا يعني فعلا بامانه، لان هو اللي يعني هو اللي وصل لي المعاني دي والاحاسيس دي. لان يعني من مميزات الاستاذ فاضل برضو ان هو بيعمل بروفات، ودي حاجه دلوقتي اختفت في الوسط الفني. ان الواحد بيدخل احيانا على التصوير على طول، وساعات بيجي له الورق في التصوير. بقت دي الموضه يعني. فكون ان يبقى معاك الورق كامل دي صعبه جدا دلوقتي. وكون الاستاذ يقعد يعمل بروفات مع الممثلين ويقف على الكلمه وعلى الجمله وعلى الاحساس وعلى الفكره وهكذا، فده انا استفدت منه كتير جدا. او ده كان الوقود اللي انا اشتغلت بيه العمل كله، الكم بروفا اللي حصلت دي يعني. فبشكره تاني وتالت وعاشر واقعد اشكره مدى الحياه.